جربتي تحطي العسل الاسود على الفراخ؟ بامانه طعمها حلو جدا جدا، ووصفه مختلفه ولذيذه، وولادك هيحبوها جدا. انا معايا هنا دبابيس من الفراخ، اي نوع فراخ عندك او متقطعه قطع. هتفتحيها كده عشان التتبيله تخش فيها، وتكوني طبعا غسلاها كويس جدا ومصفياها. وهنعمل لها بقى ايه التتبيله: ملح وفلفل اسمر وبابريكا وبهارات فراخ وثوم بودر وبصل بودر. وهنزل عليها كوبايه من الزبادي وربع كوب من الزيت ومعلقه كبيره من العسل الاسود. ممكن تستبدلي العسل الاسود بدبس الرمان او معلقه من العسل النحل. وهنا بقى بتبل دبابيس الدجاج بتاعتي او قطع الفراخ زي ما متوافر عندك. ممكن طبعا تحطيها في التتبيله دي في الفريزر وتشيليها او تستخدميها في اي وقت. وهنا بقى حطيت في طاسه على النار معلقه من الزبده، وابتديت اشوح قطع الفراخ بتاعتي. ممكن تزوديها شويه ميه وتسيبيها تستوي في الطاسه، وممكن تحطيها في الفرن زي ما انا عملت كده. طالعه طعمها رهيب جدا، جربيها مش هتندمي.